طاجين الرخام القسنطيني ارواحوا مع بعض نديروا الوصفه. في طاجين حطيت لاصوغي تاعي تتقلى مليح، تتحمر لي مليح. وجوكم نقول لكم واش ندير. زدت له كميه تاع البصل حبه، رحيتها مليح وخليتها تتقلى معاه مليح مليح مليح. بهذه الطريقه حمروا كيما نقولوا، نقلوا البصل تاعنا. بعد ما تحمر لنا اللحم تاعنا العصوري تاعنا نزيدو هكذا نقليو البصل تاعنا مليح. نزيدو نضيفو العود تاع القرفه بهذه الطريقه. عفوا راني بيد واحده، عفوا. ونزيد عليه نضيف شويه تاع الفلفل الكحل، غير شويه كميه قليله ما نكتروش. نزيد هنا شويه تاع راس الحانوت بهذه الطريقه. نضيف هنا شويه ليمون بهذه الطريقه ونخليه يتقلى لي مليح. نمرق الطاجين تاعي بالماء الدافي ونخليه يطيب لي حتى يتغطى لي كامل اللحم تاعي. حطيت البيض تاعي يتغلى هنا 5 حبيبات. انا عاودت الفيونداشي تاعي، عاودت رحيتها كامل وزدت عليها بعض الاضافات. درت لها الملح والبصله والدقاق نتاع الفريك وفلفل الكحل وحبيبه تاع البيض. هنا بعد ما طاب لي البيض تاعي كيما كنتوا تشوفوا الطريقه راني ندير بها. هنا كملت الحبات تاوعي دوك نحمرهم في شويه تاع الزبده والزيت. نجي هنا ونبدا نقلي في الرخامات تاوعي. فهمتوا نرقي نديروا اللحم تاعنا يتحمر مليح كيما راكم تشوفوا. عفوا بجهه ونقلبوا. هنا البنات الطريقه كيما راكم تشوفوا. وجد معايا طاجين الرخام تاعي، الله يبارك بسم الله ما شاء الله. شوفوا الوصفه كيفاش جات عاقده، المريقه جات ما شاء الله جات عاقده. وإلا عجبتكم الوصفه شاركوني على قناتي على اليوتيوب وصفحتي على تيك توك شاف حوريه كويزين اوفيسيال. وشكرا بالصحه والراحه.